بصراحة حماية ما عتقنيش. يمكن أنا اللي اديته الفرصة دي. ما هو غياب جوزي وسفره وبعده عني هو اللي خلاني بقيت أعمل كده. هو بصيت عليه من خرم الباب وشفت حماية بيعمل حاجة ما كنتش متوقعاها، حاجة فوق الخيال. حسبتها كده مع نفسي، قعد أكتر من نص ساعة. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ أتمنى تكونوا بخير يا رب. اسمعوا حكاية النهاردة وقولوا رأيكم بكل صراحة فيها، ولو عجبتكم ادعمونا باللايك والاشتراك في القناة. صاحبة الحكاية النهاردة بتحكي وبتقول: أنا سوسن، عندي 27 سنة، متجوزة وبحب جوزي قوي. أنا وجوزي من يوم ما اتجوزنا أنا وهو وإحنا بنموت في بعض، وكل حاجة بصراحة بنعملها مع بعض من أول يوم في جوازنا. وبصراحة هو عودني عن حاجات كتير ما عندش قادر استغنى عنها. ممكن يطلبني في اليوم مرة أو 2، وممكن نعمل أكتر من كده كمان. هو عودني على كده وخلاني حبيت الموضوع ده، واتفق معايا وقال لي في أي وقت أو أي ساعة احتاجك فيها تكوني جاهزة ولابسة، وعلى سنجة 10. وعشان كده أنا سمعت كلام جوزي واتفقنا من أول يوم جواز على كده. وبصراحة بكون محتاجة له على طول، حتى لو سافر يوم شغل يعني وغاب عني ليلة بكون مش قادرة، وكل شوية اتصل بيه واقول له تعال، انا محتاجة لك، وانت عارف اللي انا ما بقدرش ابعد عنك ولا استغنى عنك ولو ليلة. وفي يوم لقيت جوزي بيقول لي انا مسافر. قلت له ازاي يعني؟ انا هاجي معاك. قال لي لا، دي سفرية شغل ومش هقدر اخدك معايا لان مش هتستريحي. هنزل طول النهار والليل في الشغل، مش هترتاحي وهتتعبي وهتفضلي لوحدك طول النهار. خليكي هنا مع ابويا، وانا هسافر كام شهر كده وارجعلك علشان اجيبلك كل اللي انت عايزاه، واي حاجة انت محتاجاها هجيبها لك. وجوزي سافر سابني مع حماية، هو في شقة بصراحة وانا في شقتي. وبقيت انزل له اعمل له طلبات واعمل له اكله، اروق شقته، يعني حاجات بسيطة، وبطلع تاني شقتي. وبصراحة في يوم لقيت جوزي بيقول لي انزلي لأبويا، أقضي أغلب الوقت مع أبويا لأنه بيشتكي وزهقان من الوحدة والقعدة لوحده. عشان كده أغلب الوقت تقضيه مع أبويا، لا إما يطلع لك في شقتك يقضي أغلب الوقت معاكي فوق. بس قلت له ازاي أبوك هيستريح معايا وأنا هستريح مع أبوك؟ لقيت جوزي بيقول لي انت هتعملي له ايه خلاف اللي انا كنت بعمله انا وانتي وانا موجود؟ يا دوبك اللومة اللي هتعملها له او تغسلي له غيار او تروقي له شقته زي ما اكون موجود بالظبط. ده كل اللي انت هتعمله له وهو قاعد في اوضته، وانت بعد كده اطلعي شقتك. وخلاص بقيت اعمل اللي جوزي قال لي عليه. وايام اتصل على جوزي واقول له ارجع، انا محتاجالك، مش قادرة بصراحة استغنى عنك، وانت معودني على حاجات انا مش قادرة استغنى عنها. هو بصراحة انت وحشني قوي ومحتاجالك، وانت فاهم يعني، وبعدين انت اللي عودتني واخدتني على الحاجات دي. وجوزي يقول لي اصبري بس شوية، خلاص هانت، هلم قرشين بس وهنزلك. هو اتفقنا ان هو بعد فترة هينزل، بعد ما يلم قرشين وينزل يعمل له مشروع. وخلاص اتأقلمت على كده. حماية مش كبير في السن، هو يمكن عنده 54 سنة، وشايف نفسه عايق كده، دايما يلبس ويشيك ويحط برفان، يعني عايق أوي أوي في نفسه وواخد باله من نفسه. آخر فترة كنت دايما بلاحظ على حماية إن هو بيخش أوضته ويقفل عن نفسه بالساعة وبالساعتين طول الوقت اللي أنا معاه في الشقة، بس مش عارفة ليه. وفي يوم الفضول أخدني اللي أنا أشوف حماية بيعمل قفل الأوضة وقفل عن نفسه ليه. بصراحة وأنا معدية من قدام أوضته لقيت حاجة صوت عالي كده زي ما يكون تلفزيون، مع العلم إن حماية ما عندوش تلفزيون في الأوضة. بصراحة الفضول أخدني إن أنا أبص عليه أشوفه بيعمل إيه. هو بصيت عليه
من خرم الباب. الخرم ده كان قبل السرير بالظبط، وشفت حماية بيعمل حاجة ما كنتش متوقعاها. لقيته فاتح التليفون ومشغل على فيلم والصوت عالي، حاجة ما كنتش أتخيلها. جسمي معرفش ايه اللي حصله. حسبتها كده مع نفسي، قعد أكتر من نص ساعة، أحسن من أي شاب في سن صغير. وبصراحة طلعت جري على شقتي مش قادرة أتحمل، وطلعت زي أي واحدة ست جوزها غايب عنها. بصراحة قعدت أفكر في حماية واللي شفته منه. وتاني يوم لما نزلت عنده قلت له: يا حماية، ممكن أسألك سؤال؟ كان هو في الوقت ده داخل أوضته وراح يقفل عن نفسه. انت ليه بتخش جوه في الأوضة وتقفل عن نفسك المدة دي كلها؟ قال لي: مفيش، أنا بحب أخش أوضتي أرتاح وأخد راحتي في أوضتي. قلت له: لأ بصراحة. وعرفت انت بتتفرج على ايه. بصراحة الصوت كان عالي وكان واضح انت بتتفرج على ايه. ما تخلينا نتفرج سوا. لقيت حماية بيقول لي: ازاي يعني؟ هو بصراحة الراجل زي ما يكون مصدق، او يمكن انا اللي اديته الفرصة دي وشجعته. وحصل اللي حصل بيني وبين حماية. شفت منه حاجات يمكن جوزي ما عملهاش معايا. هو فضلنا انا وحماية على كده. انا زعلانة وقرفانة من نفسي بسبب اللي حصل بيني وبين حماية، بس اعمل ايه؟ الحرمان اللي انا عايشة فيه وغياب جوزي عني هو اللي خلاني اعمل كده. واللي حصل بيني وبين حماية ده كان غصب عني، وانا الوقت بأنب في نفسي وضميري وجعني. وبدأت اللي انا ابعد عن الطريق ده، واتصلت على جوزي وكلمته اكتر من مرة بان هو يرجع، لان مش قادرة على غيابه ولا قادرة على بعده. علشان كده كل يوم اتصل عليه واقول له: ارجع، انا محتاجالك. بس هو كل شوية يتهرب مني ويقول لي: الفلوس. انا بجمع شوية فلوس وهنزل، وكل شوية يطلع لي بحجة بسبب الفلوس ان هو بيجمع قرشين وهينزل. انا عارفة اللي احنا بنعمله ده غلط وحرام، بس اعمل ايه؟ انا عارفة ان انتوا كلكم هتغلطوني وهتقولولي: ليه ما صبرتيش، ما استنيتيش ليه جوزك، لا تغلطي مع حماك. انا عارفة ان كلكم هتغلطوني، بس اعمل ايه في نفسي؟ ما قدرتش اتحمل. يا ريت يا ريت كل اللي بيسمع حكايتي يقول لي رأيه بكل صراحة، بس يا جماعة بدون تجريح. ولو عجبتكم حكايتنا النهاردة ادعمونا باللايك والاشتراك في القناة، ودمتم في امان الله.